ليلة القدر. ليلة القدر منة ومنحة لهذه الأمة التي يريد الله بها خيرا بتكرار مواسم الخير لها، ومن هذه المواسم ليلة القدر. فضائل ليلة القدر. الفضيلة الأولى في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الفضيلة الثانية في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة في قوله: ليلة القدر خير من 1000 شهر. الفضيلة الرابعة في قوله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الفضيلة الخامسة في قوله: سلام هي حتى مطلع الفجر. أعمال مستحبة في هذه الليلة: القيام، الدعاء، المحافظة على المغرب والعشاء في جماعة، الاجتهاد في العبادة، الاعتكاف، المحافظة على الفرائض. لماذا سميت بليلة القدر؟ لأنها ليلة تقدر فيها الأقدار والآجال، لقول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، بالإضافة إلى تعظيمها كقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. وتعظيمها وقع لأمور عظيمة، منها نزول القرآن فيها، ومنها تنزل الملائكة والروح، ومنها ما ينزل فيها من السلام والرحمة والمغفرة. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال،